يأتي بالأغنام حتى يمحو آثار الأقدام. وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان يبيت في مكة مع أهلها ويأخذ الأخبار ويعلم ما عما يتحدثون، ويذهب فينقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر الصديق. وكانت أسماء رضي الله عنها قد جهزت أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أتم ما يكون الجهاز حتى يتزودا بهذا الطعام في رحلتهما. وآوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وإذا بالمشركين يصلون أمام الغار. هنا انتهى الأخذ بالأسباب ولم يبق إلا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وقفوا أمام الغار، فقال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فصرفهم الله عز وجل ورد كيدهم، وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة. الله عز وجل قادر على أن يأخذ نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في لمح البصر كما فعل في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن هذا تشريع حتى يتعلم الناس الأخذ بالأسباب من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة الكرام، من دروس الهجرة مشاركة المرأة لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها طيلة حياتها كانت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتؤازره وتقف بجواره. ولا ننسى هذا اليوم الذي نزل عليه جبريل عليه السلام أول مرة، فعاد إليها وهو يرجف فؤاده فقال لها: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. ظلت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياتها حتى لقيت ربها تبارك وتعالى. ثم نرى أسماء ابنة أبي بكر الصديق وعائشة حينما جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جهز النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أتم ما يكون الجهاز. وعاد المشركون إلى بيت أبي بكر الصديق، فسأل أسماء وقال لها أبو جهل: أين أبوك؟ فقالت: لا أدري أين هو الآن. قالت: والله لا أدري أين هو الآن. فلطمها لطمة على وجهها، سقطت منها على الأرض وسقط منها قلقها، لكنها لم تخبر بكلمة تضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق. كذلك يأتي دورها حينما أتى أبو قحافة وهو شيخ كبير قد كف بصره، فقال: لا أرى إلا أنه قد فجعكم بنفسه وماله، يعني أخذ ماله وخرج مهاجرا وهو حزين على ذلك. فقالت: لا، لقد ترك خيرا كثيرا. ثم أخذت بيده فوضعت يده على كومة من الحجارة وقالت له: انظر ماذا ترك. فقال: إن كان ترك هذا فقد أحسن. كان منها أن تسكن قلب الشيخ الكبير حتى لا يتألم لفقد ولده وفقد المال. فهكذا كان دور المرأة المسلمة في أحداث الهجرة. كذلك
يأتي من دروس الهجرة الثقة بالله تبارك وتعالى. نرى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج سراقة على إثر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفارس الذي لا يكاد يخطئ إذا رمي بالأسهم. خرج يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق، فلا كان أبو بكر يكثر من الالتفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو ماض في طريقه ولا يلتفت، حتى ساقت قدم فرس سراقة، فحاول مرة ثانية وثالثة، وفي كل مرة يفشل في ذلك، حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. هو خرج يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يمسك به، وإذا به الآن يطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى ملك الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم مطارد، ومع ذلك عنده الثقة بالله أنه سيمكن للمسلمين، وأن كنوز كسرى ستأتي إلى المسلمين. وحدث هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعطى سواري كسرى بن هرمز ملك الفرس إلى سراقة بن مالك. كذلك من دروس الهجرة أيها الأحبة الكرام العفة عما في أيدي الناس، العفة عما في أيدي الناس. نرى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الصديق أن يجهز الراحلة، فأراد الصديق أن يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يطلب منه الثمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلا بالثمن، وأبى إلا أن يدفع ثمنها لأبي بكر الصديق. والله لو طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة الصديق ما بخل بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الدرس في العفة، فرفض أن يأخذها إلا بالثمن، فدفع ثمنها إلى أبي بكر الصديق. كذلك نرى هذا لما أتى سراقة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الأمان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ سهما من كنانتي، وإن إبلي ستلقاكم في مكان كذا وكذا، فخذ منها ما شئت. يعرض عليه من إبله أن يأخذ منها ما شاء أن يتزود بها في رحلته، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه شيئا. نرى هذه العفة في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. كذلك أيها الأحبة الكرام نرى من دروس الهجرة المعجزات التي يؤيد الله بها من شاء من عباده. الله عز وجل يؤيد من شاء من عباده بالمعجزات، يؤيد أنبياءه بالمعجزات، ويؤيد كذلك الصالحين من عباده بالكرامات. فنرى هذه الأمور في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف هؤلاء أمام الغار، والغار مفتوح، لا عنكبوت ولا بيض ولا غير ذلك ولا حمام. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها. والصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، يعني بدون حائل، لا بعنكبوت ولا بغير ذلك. وهذه الروايات روايات ضعيفة غير صحيحة، والله عز وجل يقول: بجنود لم تروها. فهنا تتجلى المعجزة أن الغار مفتوح، ومع ذلك لم يتمكنوا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يحفظ أولياءه، والله قادر على أن يغير الأمور. لا تظنن إن تمكن أهل الظلم والبغي وأن الأمور بأيديهم أنهم سيريدون الناس هكذا، فإن ربك لهم بالمرصاد،
والله عز وجل قادر على أن يغير الأمور. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد أنبيائه نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، لا ننسى في هذه الأيام المباركة ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، الذي كان فيه يوم 9 والعاشر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم العاشر الذي صامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر حتى يخالف اليهود في هديهم. فنحن نحرص على مخالفة أعداء الله في سلوكهم وفي أفعالهم وفي هديهم، وعلينا أن نتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها الموحدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين. اللهم كن لإخواننا على أرض الشام. اللهم كن لإخواننا على أرض العراق. اللهم كن لإخواننا على أرض فلسطين. اللهم كن لإخواننا على أرض اليمن. اللهم كن لإخواننا على أرض ليبيا. اللهم كن لإخواننا على أرض كشمير. اللهم احفظ أهل الإسلام في كل مكان. اللهم احفظ أهل الإسلام في كل مكان. اللهم رحماك بعبادك المستضعفين من المسلمين. اللهم اشملهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا كريم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا الله. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأقم الصلاة. الله